أنا زرت واحدة من أأمن مدن العالم. دلوقتي الساعة 4:30 الفجر وأنا كبنت ماشية في الشارع لوحدي ومش خايفة. ولا مش في دولة أجنبية، في دولة عربية، في الإمارات، بالتحديد إمارة عجمان. بكل بساطة أنا ومنى، وأول ما وصلت الإمارات رحت عجمان. عجمان مصنفة ضمن أكتر 10 مدن أمانا في العالم. عجمان المكان اللي مش هتلاقي فيه ناطحات سحاب كتير، بس يا ترى ليه المصريين والعرب كتير هنا؟ وبدأنا بمحمية الزورق. أيوة، هي مش صحراء زي ما أنت فاكر، وطيور مهاجرة وفلامينجو وكاياك، في بحر وخضار مش طبيعي، تحسك في الديسكتوب بتاع ويندوز. وتخيل إنك تقدر تقعد في مطعم جوه المحمية، ولما تخلص الحاجات الطبيعية تقدر تروح للحاجات الصيني. أنا مش بهزر، عشان ده السوق الصيني في عجمان، مكان فيه كل حاجة تقريبا تحتاجوا تشتروها: شنط تاني، جزم، هيلز، هدوم وكوبايات، اكسسوارز، كوزماتكس، حتى الستاير، كل حاجة حرفيا. حتى لو فكرت تروح مكان تاني التاكسي بيكون سعر موحد، يعني مش هتدفع كتير. وفي دقايق سافرنا بالزمن، كنا رحنا العجمان القديمة، متحف عجمان والمنطقة الأثرية، وده أمتع متحف هتدخلوه في حياتكم. ومن كتر الأمان مش هتلاقي حد واقف لك في المتحف. انت متخيل متحف من غير أمن؟ من أول ما بتدخل مش بتحتاج مرشد سياحي يشرح لك أي حاجة، هتلاقي شاشة فيها حد بيشرح لك كل حاجة، وشاشة تانية بتعرض لك اللي بيتشرح. يعني مثلا عجمان مشهورة بالبحر واللؤلؤ. أيوة، بيتاجروا في اللؤلؤ، انت سمعت صح. دول مش ناس حقيقيين، عشان مع الآثار في مجسمات حقيقية تدخلك في المود. دخلنا مكان بيعيشك التجارة كانت عاملة ازاي في عجمان، وطريقة العلاج بالرؤية الشرعية زمان. وبعد ما رحت محمية طبيعية ومتحف وآثار، هتختمها بالبحر، عشان عجمان إمارة ساحلية كمان، تتمشى على البحر واقعد براحتك. فبكل بساطة لما تروح عجمان دور على اللؤلؤ. مفيش لؤلؤ. وقولوا لي لو انتوا في مكان أمان زي كده هتعملوا ايه؟